تخيل تقوم مفزوع من النوم تبص على الموبايل تلاقي الساعة 3:33 بالظبط. مش أول مرة ولا تاني مرة، كل يوم تقريبا بتصحى في نفس التوقيت، وكل مرة بتحس إن في حد بيبص عليك أو حاجة واقفة جنبك بس مش شايفها. ناس حوالين العالم بيحكوا عن تجارب مرعبة بتحصل لهم الساعة دي بالظبط. ناس شافوا كيانات سودة، ناس اتشلوا في سريرهم، ناس اتكلم معاهم صوت مش بشري. إيه اللي بيحصل فعلا الساعة 3:33 وليه التوقيت ده بالذات؟ تعالوا نسمع مع بعض القصص اللي حكاها أصحابها اللي صحيوا في التوقيت ده. بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة وتدعمنا بلايك علشان يوصلك كل جديد. القصة الأولى صاحبها بيقول: كنت نايم عادي وفجأة صحيت مفزوع، قلبي بيدق بسرعة، حسيت بخطوات بتمشي ناحيتي وأنا مش قادر أتحرك. بصيت على الساعة لقيتها 3:33 دقيقة، وفي آخر الأوضة في خيال واقف مش باين ملامحه، بس باين إنه بيبصلي وما بيتكلمش. وكل ما حاولت أقوم جسمي مش بيرد، ولما نطيت فجأة وقمت اختفى كأنه ما كانش فيه حاجة. القصة التانية صاحبها بيقول: بقالي 5 أيام ورا بعض بصحى الساعة 3:33، والنهاردة أول ما فتحت عيني لقيت صورتي على المراية ما بتتحركش. كنت بتحرك بس انعكاسي ثابت. عديت بإيدي على وشي وشفت صورتي بتبتسم لي، وأنا ما كنتش بضحك أصلا. واحد تاني بيقول: سمعت صوت بينادي باسمي من الصالة، الصوت مش مألوف بس مش غريب، زي صوت حد من العيلة بس ميت. بصيت على الساعة لقيتها 3:33 دقيقة. لما رحت الصالة لقيت الباب كان مفتوح، بس فيه نفس تقيل كده كأنه حد لسه واقف هنا من ثانية. حد تاني كان بيقول: صحيت وقلبي بيدق بسرعة، جسمي مش قادر يتحرك، وبحاول أصرخ ومفيش صوت. بصيت على الساعة لقيتها 3:33 دقيقة، وفي خيال واقف عند باب الأوضة، كنت شايف بوضوح بس ملامحه مش باينة. بعض الشيوخ والروحانيين بيقولوا إن بين الساعة 3 و4 الفجر بيكون الحجاب بين العوالم أضعف. في معتقدات بتقول إن الأرواح بتتحرك في الوقت ده بحرية، وبعضها مش لطيف. وبعض النظريات بتقول إن الساعة 3:33 هي وقت بيكون فيه تداخل بين أبعاد مختلفة، يعني ممكن تكون شايف حاجة من بعد تاني وإنت فاكر إنك لوحدك. أما علميا، الجسم في الساعة 3 ل4 صباحا بيمر بأضعف حالة فسيولوجية، ضغط الدم ودرجة الحرارة وهرمون الكورتيزون في أقل مستوياتهم. ممكن الجسم يترجم ده بقلق وكوابيس واستيقاظ مفاجئ. لكن في حاجات العلم مش بيقدر يفسرها. ليه ملايين بيصحوا في نفس التوقيت بالثانية؟ ليه دايما بيحصل شلل نوم أو هلوسة عند الساعة 3:33 بالذات؟ ممكن نقول ده من القلق أو التوتر، أو إن الجسم في الوقت ده بيكون في حالة حساسة فبيصحى لوحده. وفي تفسير علمي بسيط بيقول إن الجسم في نص الليل بيمر بنقطة منخفضة جدا في النشاط الحيوي، وده يخليه يصحى لو حس بأي خلل بسيط في الجو حواليه، صوت، إضاءة، حتى إحساس غريب. بس كل ده ما يفسرش ليه نفس التوقيت بالظبط بيتكرر مع آلاف الناس يوميا. في ناس بتسمي الفترة دي الساعة الميتة أو الساعة الرمادية، وقت مش هو ليل تمام ولا فجر تمام، زي ما يكون فتحة في الزمن. في ناس بتحس إن البيت بيتغير في اللحظة دي، الأصوات تبقى أوضح، الضلمة تبقى أعمق، وكل حركة تحس بيها أكتر. في ناس بيقولوا إنهم لما بيصحوا الساعة 3:33 بيلاقوا الأجهزة فيها حاجة غريبة، الموبايل طافي، الساعة واقفة، لمبة بتنور وبتطفي لوحدها. في ناس مؤمنة إن ده توقيت فيه طاقة مفتوحة، طاقة مش بالضرورة شريرة بس مختلفة. واللي بيصحى في التوقيت ده ممكن يكون حساس أكتر، أو عقله الباطن بيكون مستعد يشوف حاجات مش واضحة. وفي تفسير أقرب للمنطق: أوقات الجسم بيصحى وقت ما العقل بيدخل في حلم كان هيبقى عميق أوي، فبيفوقك قبل ما توصل لمكان مخيف جواك. في النهاية ممكن تصحى الساعة 3:33 مرة تقول صدفة، تصحى تاني تقول غريبة. لكن لو بدأت تحس بحاجة واقفة عندك في الأوضة، ولو بدأت تحس إنك مش لوحدك، يبقى افتكر الحلقة دي، وافتكر إن مش كل اللي بيحصل وقت النوم مجرد حلم. ولأنك عرفت إن مش كل حاجة بتحصل في نص الليل لها تفسير،
في حاجات مش المفروض نعرفها، بس خلي بالك لو صحيت الليلة على صوت بيناديك ما تردش، لأنك مش هتبقى لوحدك. اشترك في القناة علشان لما نحكي القصة الجاية تكون أول واحد يسمعها. وخليك دايما فاكر، في حاجات مش بتظهر غير بعد الساعة 3:33.